السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفه جديده مع وصفات سعيده. اليوم غادي نحضر معكم واحد اللاطه كتجي غزاله في الفران ديال الحوت معمر بالشعريه ومعاه شويه د خضيره. اذا نبداو على بركه الله. غادي ناخذ واحد لو بول، ندير فيه واحد الكميه ديال زيت الزيتون، تقريبا واحد زلافه صغيره. هنا عندي قزبر ومعدنوس مقطعين، نضيف لهم ثومه محكوكه واحد الكميه مهمه، كيف ما كتعرفوا الحوت راه كيبغي الثومه بزاف. عصا ديال نص حامضه، شويه ديال لاصوص صوجا، تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال صلصه الطماطم اولا حكت مطيشه، والعطريه غنستعمل عطريه كامله، الكمون، الابزار، الملح، الخرقوم، التحميره، سكنجبير، قزبر يابس، واحد شويه ديال الزعتر نحكو، صافي. ونخلط هاد العناصر كامله باش نحصل على هذيك لاصوص. ناخذ الحوت اللي عندي، انا استعملت هنايا الشرغو، تقدروا تستعملوا اي سمك متوفر عندكم. فتحته بهذه الطريقه بالموس كيف كتشوفوا، باش مني ندير له ديك لاصوص تدخل ديك لاصوص مزيان في دوك الفتيحات كيف كتشوفوا معايا. نحاول نعمر هذوك الحوتات مزيان بلاصوص. صافي نستمر على هذه الطريقه هذه تنكمل هذوك الحوتات اللي عندي هنايا الشعريه الصينيه بعد ما درتها في الماء طايب وصفيتها، نقطعها بهذه الطريقه هذه وغادي نزيدها على ديك لاصوص اللي بقات ليا ديال الحوت. صافي نحاول نخلط مزيان حتى تدخل ديك القامه مع الشعريه، ونحاول نعمر بها دوك الحوتات ديالي. واخا شويه صغار هاد الحوتات ماشي مشكل، ولكن راه هزوا لي شويه الشعريه، تقدروا تستعملوا الحوت كبير. صافي نستمر على هاد الطريقه هذه تنعمر هادوك الحوتات اللي عندي، وندوز باش نشحر البصله ديالي. غادي ناخذ هنا مقيله ندير فيها شويه ديال زيت الزيتون، ونشحر البصله اللي قطعتها دوائر على هذا الشكل هذا. نبدا نحركها حتى تدبل معايا، غير تاخذ داك اللون الذهبي. غادي نضيف لها واحد شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار، صافي. ونستمر التحريك حتى تدبل لي ديك البصله. نضيف لها واحد شويه ديال الزعتر باش نسمها، نحرك مزيان. كيف كتلاحظوا راه كيتحلوا هذوك الدوائر ديال البصله، كتولي على هذا الشكل هذا. صافي بهذه الطريقه وجدات معايا البصله. غادي نشحر الفلفله في نفس المقله، غادي نعاود ندير واحد شويه ديال زيت الزيتون، وندير الفلفله حمراء وخضراء دوائر حتى هي غادي نشحرها غير شويه، ما نخليهاش حتى طيب بزاف، خصها تبقى شاده في راسها صحيحه. نضيف لها حتى واحد شويه ديال المليحه، شويه ديال الابزار، وشويه ديال الزعتر. دائما انا كنخدم الحوت بزاف بالزعتر، كيعطي واحد النسمه زوينه. صافي نحركها غير واحد شويه ونحيدها من المقله. غناخذ المول ديالي اللي غندخل الفران، غادي نفرش فيه ديك البصيله اللي شحرت بهذه الطريقه هذه. هاد البصله هذه كتجي زوينه في التحت ديال الحوت، كتعطي واحد المذاق زوين، كتولي بحال معسله. صافي والسمك ديالي اللي عمرته بالشعريه غادي نحاول نسدو دي كوردون، غير باش ما ديك الشعريه ما تخرجش ليا منين نحط الحوته. غادي ندير فوق هذيك البصله بطاطا اللي قطعتها دوائر، يكونوا رقاق
رقاق يكونوا رقاق بزاف حيت الحوت دغيا كيطيب باش يلاه يطيبوا ليا مع الحوت. حطيت الحوت ديالي فوق من البطاطا ودرت دوائر ديال الفلفله وزينت بدوائر ديال المطيشه من فوق الحوت. هذيك الزويته اللي شحرت فيها الفلفله اللي بقات ليا في المقله غادي نزيدها على هذاك الحوت من الفوق صافي، ونغطي بابي كويسون، نحاول نغلق مزيان وغنغطي من الفوق ببابي الومنيوم على هذه الطريقه هذه. نسدو مزيان وندخلو الفران مره نقلبوا البطاطا غير طيب لينا البطاطا صافي، ونخرجوه ونعريو عليه، نحيدو داك بابي الومنيوم وبابي كويسون ونرجعوه. غادي نرجعو دابا للفران باش يتحمر ليا غير شويه من الفوق، نشعل عليه من الفوق صافي. وكنقدموها بالصحه والراحه. كنتمنى تعجبكم وتجربوها، ونتلاقاو مع وصفه قادمه ان شاء الله. بسلامه عليكم.